أحمد شوبير يعاتب الجماهير المغربية على عدم دعمها للمنتخب المصري. أولا وقبل كل شيء هارد لاك للجمهور المصري، خيرها في غيرها إن شاء الله الرحمن الرحيم، ونتمنى لكم التألق في كأس العالم وغادي نشجعوكم، كونوا على يقين. أحمد شوبير قال لنا علاش ما شجعناش فريق منتخب مصر وشجعنا اللي لعبوا ضد مصر. يا أحمد شوبير، انت رياضي ولعبت كرة القدم وتعرف الأجواء وتعرف الجماهير العربية بالخصوص كيف هي. لعبت تبارك الله في ميادين وعندك تجربة كبيرة. أنت تعرف بأن الجماهير العربية سهل أنك تكسب تعاطفها وتشجعك بحرارة، وسهل أنك تكسب عداوتها، وهذا ما يقع في جل الميادين الرياضية. لذلك بدل أننا نركز على الجماهير وأن المغاربة ما شجعوش منتخب مصر وكذا، نشوفوا الكلام اللي قال أحمد حسام. الكلام اللي قال يعني خطير، كيقول بأنه نزل في بنسيون، وإحنا شفنا كيفاش داير الأوتيل 5 نجوم ما شاء الله، إطلالة ساحرة على سواحل طنجة، أجواء رائعة، استقبلناكم أحسن استقبال. يعني أين الخلل؟ الخلل كاين في المدرب. والحمد لله الحمد لله ما يصلنا عبر شاشات الهواتف من بعض المؤثرين وصناع المحتوى وآراء الشعب المصري، والله شعب واعي، شعب مثقف، شعب بيعرف يفكر مزيان. شفناهم كيوجهوا اللوم للمدرب وكيقولوا له ما عندكش الحق تستفز الجمهور ديال اكادير من بعد ما كان معاك الماتش الثاني. يعني انت ما عرفتيش اشنو الظروف اللي خلات الجماهير ما تدخلش بحال الماتشات الاولين، اللي نظرا لان بنادم ولا خصو يشري البيي، وخصنا نعرفوا بان الحال ضعيف، ماشي الناس كامله تقدر تشري البيي. لذلك لم ياتوا الى الملعب للتشجيع. والنهار المدرب بدا كيستفز الجماهير وكيقول لهم وانتوما لا. يعني هنا خلل. المدرب غير مركز مع اللقاء ومركز مع الجماهير. انت يا مدرب عندك لقاء، ركز مع اللقاء واترك الجماهير تفعل ما تشاء، وهذه هي الحرية. ومن بعد شفنا كيفاش بدا كيقول هذا الكلام واللي هو خطير، ان الظروف وما نعرف اشنو. نكون صريحين، فاجأني أداء المنتخب المصري في لقائه مع السنغال، فاجأني كثيرا. دخل وهو خائف، لم يقم بأي محاولة، دفاع حملات مضادة. المنتخب السنغالي عارف من أين تؤكل الكتف، محمد صلاح، مرموش ويطا ويا سلام. فاجأني الأداء، وكل من المدرب لم يدرس الخصم جيدا، لم ما عرفش يأخذ المبادرة، انتظر كثيرا. لو لعبت مصر كما لعبت 10 دقائق الأخيرة صدقوني لكنا نتحدث عن نهائي مغرب مصر. شكرا للشعب الواعي المصري. هذا الشيء الحمد لله كي يورينا الوعي، بغينا ولا كرهنا راه ما يجمعنا مع الشعب المصري الشقيق أكثر من كرة القدم. نحبهم ونعلم جيدا أنهم يحبوننا ويبادلوننا نفس الشعور، ومشكورين جدا. مصر نسمة كثيرة وكبيرة ما شاء الله، فما يمكنش لنا نشوفوا واحد 10% ولا 5% اللي تتحاول أن تثير المشاكل وتخلق البلبلة، ونخليو 90% أو 95% اللي كاملة كتحبنا وكتحترمنا
وكتحس بيها. ماشي والله العظيم الكلام ديال الاخوه المصريين والاتصالات اللي اتصلوا بيا ولي اوديو اللي صيفطوا لي، وحق الله لا يزيدك فخرا واعتزازا. والله شعب انيق، شعب يعجبني التحاور معهم، لانهم ناس واعيين جدا جدا جدا، وكنشوفوا كيفاش هما حاليا ما سمحوش بهذه المشاكل انها تاثر على العلاقه اللي كتجمع ما بيننا، لانه كنحاولوا اننا نديروا واحد الجسر ديال الحب نخلقوه. لانه اليوم الحمد لله الا كاين عندنا مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن فاش كتلقى تجاوب، يعني انت كتلوح واحد الميساج وكتلقى الطرف الاخر كيشدو وكياخذ به وكيحس به، عكس بعض الدول الاخرى. بعض الدول الاخرى قلنا مصر عندها 10 و90، الدول الاخرى عندها بالعكس كاينه 10% ولا 5% اللي كتحبنا واللي كتبغينا، و95 ولا 90% اللي ما كتحملكش وما كتبغيكش. الله يدوم المحبه بين الشعب المصري والشعب المغربي. الاخوان خليونا من كره القدم، لانه بصح الشعب المصري شقيق، نحبهم ويحبوننا، ده احنا واحد، احنا واحد. وما تقولوش لي علاش كدير المصريين وتتهضر على المصريين، واش بغيتونا نبقاو بوحدنا؟ راه كنقولها لكم مرارا وتكرارا، لا، الدولة خصها تكون عندها علاقات والشعب يكون عنده علاقات. علاش؟ مصر راه ام الدنيا، مصر راه مذكورة في القرآن ما مرة ما جوج، راه أرض الرسائل والرسل. كيف لا لنا ألا نحبها؟ كيف لنا ألا نحبها ولا نحب شعبها؟ لذلك كنطلب الله أنه يدوم الحب والمودة. وهاد الناس اللي كيحاولوا أنهم يسيئوا، مدرب والأخ ديالو وهذاك اللي دار هكا، وبعض الصحافة وبعض الإعلام اللي كيحاول أنه يوتر العلاقة، كنقول لهم اتقوا الله، فالشعبين متحابين، بركة ما تديروا الفتنة بيناتنا. شعب مصر أحبكم، شكرا لكم.